بن شرقي رجل المباراة بلا منازع وتفاصيل صغيرة لكن ليها مفعول السحر. في البداية ما تنساش تصلي على حبيبك النبي وتحط اللايك والاشتراك في القناة، جايب لك شوية ديتيلز في التفاصيل مش هتشوفها غير معانا. في الهدف الأول أول ما الكورة جت لطاهر كان على ال18، سرق شحاتة اللي كان معاه واقتحم المساحة اللي بين الونش وحسام في العمق، وطالع عامل جامب راكب الكورة صاروخ من مكان ما الكورة جاية عكس اتجاه الحارس. لاعب متعلم ومتنور. الهدف التاني بقى حكاية، هنا عامل الضغط على الونش وبعد كده وسط نفسه علشان يمنع التمرير للونش ولشحاته. هنا لعبها حسام لفتوح وهو متوقع الخطأ. اول ما داس على الكوره الونش في وشه وزاويه التمرير للشحات مقفوله بحسام، وهنا خلص من كل ده بمراوغه لشحاته ما بين رجليه دوا، فتح لنفسه كل الابواب المغلقه ومحضر هنا القرار بباص سحري فيه كل الدقة والقوة المطلوبين. وطبعا انت عارف الفينش العالمي من الشحات مش هقولك عليه. الهدف الثالث ده بقى قاموس، لعب الكورة لإمام على ال18، بعد كده خطف محمد اسماعيل في كسر من الثانية، بمعنى أصح كده غفله وضرب المساحة. رايح هنا ومحضر القرار، هسند بوش رجلي وشايف الونش بطرف عينه هنا وعارف انه هنا هيجي هيحطها ما بين رجليه علشان المهدي مش هيشوفها، وحط فيها الدقة بمعلمة علشان المسافة مش هتخلي المهدي يعمل اي رد فعل، سلكها يعني بمعنى اصح. ومن قلقي وخوفي عليك من فضلك يا ونش اقفل رجليك، لوحة فنية بمعنى الكلمة. بس كده لا، كان عنده فاعلية جبارة هنا، سارق المدافعين برضه وخاطف قبل فتوح ومسلكها هدف، ولكن حسام شالها من على الخط. ودي كانت اشتباه في ركلة جزاء والمخرج شاهد ما شافش حاجة. ركلة الجزاء المهدرة من تريزيجيه هو صاحب الفعل فيها، ودي كورة من مكان صعب جدا جدا حاططها بالمزورة بالسنتي ولكن القائم رفض دخولها. وهنا ضرب للمساحة بسرعة ورشاقة ورافع عينيه بأسيست ولا أروع لتريزيجيه، ولكن تريزيجيه كان عنده رأي تاني. علشان كده بن شرقي مساهم ب7 فرص محققة للتهديف ما بين تهديف وصناعة، علشان كده خد رجل المباراة عن جدارة واستحقاق. قول لي رأيك في بن شرقي.